في سامراء لم يكن مفعول أسلوب الإشاعة قادرا على تكرار سيناريو ما باتت عليه محافظة الموصل، وذلك نتيجة وعي وصمود الأجهزة الأمنية قادة ومنتسبين. طبعا احنا متواجدين هنا منذ عدة أيام ومسيطرين سيطرة تامة على مداخل ومخارج مدينة سامراء، والوضع الأمني الحمد لله والشكر مستقر بفضل جهود القوة الموجودة هنا من قوة جهاز مكافحة الإرهاب، وأيضا بالتعاون مع قيادة الشرطة الموجودة في هذه المدينة، وأيضا مع السيد قائد عمليات سامراء، وبتضافر الجهود الحمد لله والشكر مسيطرين سيطرة تامة وكاملة على كامل مدينة سامراء والمناطق المحيطة بها. أحب أن أطمن الشعب العراقي وأهلنا في كافة العراق بأننا موجودين في سامراء لحماية المرقدين وحماية العراقيين من داعش ومن كل إرهاب، وأحب أن أطمن أهلنا جميعا بأن سامراء في خير. عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الإمامين العسكريين أمر جرى بانسيابية وسلاسة بعد أن استطاعت القوات الأمنية وبإسناد من الفرقة الذهبية مسك زمام الأمور في المحافظة. وإن شاء الله الوضع الأمني بسامراء يعني يكونون مطمئنين بأن مستحيل يدخلها أي إرهابي بوجود هذه القوات، وإحنا بالعكس يعني جولنا أمس ويا الأهالي ونتمنى الناس تعاود، ماكو شيء إن شاء الله أمان والحمد لله الشكر مستقر الوضع هنا. إن شاء الله احنا نقول معنوية عالية وإن شاء الله احنا موجودين وخلي العوائل ترجع، إن شاء الله احنا موجودين جهاز مكافحة الإرهاب. 17 قتيلا من داعش واعتقال 3 آخرين فضلا عن تدمير 9 عجلات بأنواع مختلفة حصيلة آخر المواجهات التي جرت بين الفرقة الذهبية وقوات الجيش وداعش في أطراف المحافظة وبالتحديد في منطقة الإسحاق وسيد غريب. هكذا بدت الأوضاع في مدينة الإمامين العسكريين بعد سيطرة القوات الأمنية بصنوفها المشتركة وطرد مجاميع داعش المسلحة خارج المحافظة. من سامراء جعفر الجابري، الغدير.